مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى أي واحد مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويدير لنا لايك للفيديو. تبعوا معنا هذا التصرف الصبياني، يعني نحن نقولوا تعذر اللي قام به مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، يعني خبى العلم الجزائري. يعني وش رايكم في هذا التصرف؟ نخلوا التعليقات، هي كل واحد راح يعبر على رأيه. مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة يحجب علم الجزائر في تصرف وصفه رواد المواقع بالصبياني وغير المقبول. تضمنه فيديو أثار ضجة. المغرب محمد السادس يطالب بحوار أخوي وصادق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. يظهر فيديو يثير الاستغراب لمندوبه بالهيئة الأممية يقوم بتصرف صبياني في محاولته لطمس العلم الجزائري خلال اجتماع رسمي لمجلس الأمن في نيويورك. هذا الشيء اللي دار ضجة على مواقع التواصل من علقوا الجزائر قوية وشامخة وستبقى شوقة في حلق أعدائها وحسادها. اللهم احفظ لنا هذا الوطن وابعد عنه كل عدو لئيم. وعلق آخر: وحتى وإن حاول إخفاءه لكن الجزائر ستظل شامخة، رايتها خفاقة عالية لن تطالها أيادي الجبناء. علم الجزائر لا يحجب، فهو مغسول بالدم والتضحيات منذ ثورة الأحرار. وانتم في التعليقات خلونا رأيكم في هذا التصرف.